طلاب ثالثه ثانوي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دفعه 2024 ابطال الثانويه العامه، اهلا وسهلا بكم ويا رب تكونوا بخير، وان شاء الله تكون سنه سعيده عليكم وعلى جميع اولياء اموركم باذن الله. زي ما تابعتوني في الفيسبوك والانستجرام ان احنا هنعمل كورس لثالثه ثانوي. الكورس ده انا حاولت الم فيه قدر كبير من المعلومات اللي انت درستها في سنه اولى وثانيه ثانوي، وبالتالي هتحتاجها في سنه ثالثه ثانوي بشكل فعلي وبشكل قوي. طيب المعلومات دي انا هحتاجها امتى؟ انا مقسم لك الكورس بتاعنا لاربع محاضرات، كل محاضره تتكلم على بوينت معينه. البوينت دي محتاج منك فيها انك تذاكر كويس جدا بعد ما اخلص الفيديو مش هيكون طويل، هيكون شرح مبسط. محتاج منك انك تحل الاكسرسايز اللي انا هديهولك بعد كل محاضره، محتاج منك المتابعه الدوريه. طيب هل الفيديوهات دي اللي انا هقدمها لك النهارده ان شاء الله تقتصر عليا انا كطالب ثانويه عامه ان انا اشوفها النهارده او اشوفها قبل ما ابدا الدراسه، سواء بقى انت بتشوفها في شهر 8 او بتشوفها في شهر 9 وبس؟ لا، انت ممكن كل فتره مع بدايه كل تشابتر جديد ان شاء الله ممكن تحتاج انك تتفرج على فيديو واحد على الاقل او فيديوهين من الكورس الكامل اللي انا هقدمه لك. فبالتالي الكورس اللي انا بقدمه لحضرتك النهارده ضروري ومهم جدا في سنه ثالثه ثانوي. طب انا مش فاكر اي حاجه من اولى وثانيه، ما تشيلش هم خالص. انا دوري هنا ان انا اقدم لك كل اللي انت نسيته واعيد لك شرحه بشكل مفصل اكتر. طيب النهارده الحصه الاولى ان شاء الله، المحاضره الاولى بتاعتنا هنتكلم فيها عن واحده من اهم البوينت اللي بنتكلم عليها، وهي بيقول لي the electronic configuration of element. الكونسبت بتاع الالكترونيك كونفيجريشن تاخد بالك ان هو بيتكلم على حاجتين. رقم واحد بيتكلم على كلمه الالكترونيك وده مقصود بيها الالكترونز، وكلمه الكونفيجريشن مقصود بيها الديستريبيوشن بتاعها او توزيعها او اماكن وجودها. فانا علشان افهم الكونسبت ده كويس جدا لازم في المقام الاول اكون فاهم يعني او عارف يعني ايه كلمه اتوم، لان انت من الدراسات القديمه بتاعتك انت عارف ان الالكترونز هي موجوده انسايد الايه، انسايد الاتوم. يبقى بالتالي انا علشان اعرف يعني ايه فكره الالكترونيك كونفيجريشن وهتفيدني في ايه قدام، لازم في المقام الاول اعرف يعني ايه اتوم. تعال كده نبص معايا هنا في التايتل ده، بيقول لي وات از اتوم، او بيسال الاتوم دي انت فاكر منها ايه. انا هديك 4 ستراكشر، 4 اشكال للاتوم. كل ستراكشر من دول هيديك معلومه مهمه جدا عن الاتوم. البيزك بتاع الاتوم بالنسبه لنا فور اكزامبل الكربون اتوم، بيقول لي ان الاتوم بالنسبه لنا بيبقى عباره عن شيب كبير. في جوه هنا في النص في السنتر بالظبط عندي حاجه اسمها بروتون وعندي حاجه اسمها نيوترون. طيب المكان او الشيب الفاضي ده بيبقى عباره عن ايه؟ ده بيبقى عباره عن هاي رينج من الديستانس، في مكان كبير جدا هنا بتتنقل فيه الالكترون في بوزيشنز احنا ما كناش نعرفها قوي او كانت بالنسبه لنا مجهوله. يعني ايه؟ يعني بص كده معايا، هو هنا في البوينت دي بيقول لي ان الاتوم بتاعتك، تركز كده معايا في الحته دي، بتتكون من ايه؟ بتتكون من بروتونز اللي باللون الاحمر اهي. طب بتتكون من ايه كمان تاني؟ من نيوترون اللي باللون الايه؟ الاصفر اللي موجودين هنا. ولو تاخد بالك ان الاثنين دول كونسنتريتد مع بعض في مكان واحد احنا بنسميه نيوكليوس. طيب وباقي المكان ده يا دكتور اللي سواء كان باللون ده او باللون ده فيه ايه؟ ده بيبقى عباره عن اتراكشن فورس بتحتوي جوه منها على حاجه احنا بنقول عليها الالكترون. طيب يبقى انا كده عرفت النيوكليوس وعرفت الالكترون. الاماكن او البوزيشنز بتاعه البروتون وبتاعه النيوترون ما فيش عليها خلاف من العلماء، كلهم قالوا فين؟ قالوا في النص بتشكل حاجه اسمها النيوكليوس. المشكله كلها فين؟ المشكله كلها في الالكترونز اللي بتتحرك هنا. بتتحرك ازاي؟ البوزيشنز بتاعتها ازاي؟ هو ده اللي انا هعرفه لك النهارده. في الصوره الثانيه ركز كده معايا في الصوره دي، ده شكل يعني ادق شويه من الشكل القديم. احنا كل شويه مع الوقت هناخد صور وناخد اشكال تعرفك معلومات زياده اكتر. الشكل ده زومينج اكتر، طبعا ده شكل وهمي مش شكل الاتوم الحقيقي لان احنا ما قدرناش لحد دلوقتي نصور الاتوم. ده النيوكليوس، المكان اللي حضرتك شايفه ده. ولو تاخد بالك ان في الكترونز بتلف في حاجه تشبه الاوربت، المدارات الثابته، اللي هو ايه؟ ان الالكترون اهو
سوري الاوربت اهو، والالكترون بيمشي على الاوربت، ما ينفعش يروح لا يمين ولا شمال. يعني ايه؟ يعني الالكترون ده مثلا، خلينا في ده، الالكترون ده لا ينفع يطلع فوق ولا ينزل تحت، هو فيكسد على الاوربت ده. يبقى الاتوم بالنسبه لي نيوكليس في النص، الكترون بتتنقل في بوزيشنز معينه. طيب صورة تانية، الصورة دي لو انت فاكرها من سنة تانية ثانوي، انت في تانية ثانوي خدت مشكلة او مجموعة علماء كانوا في ما بينهم خلاف على شكل الاتوم. الشكل اللي قدام حضرتك ده لو تفتكروا ده كان بتاع مين؟ ده كان بتاع نيلز بور اللي خد جائزة نوبل في سنة 1922. الراجل ده على الرغم ان هو عمل موديل ما كانش صحيح قوي، الا انه اول ساينتست قدر يوصل لنا للبوينت دي. بص البوينت دي بتقول لك ايه؟ نفس الفكره. ادي ايه اللي في النص هنا؟ دي اسمها ايه؟ اسمها نيوكليس. ركز معايا، يبقى دي مين؟ نيوكليس. مين ده؟ بروتون. مين التاني ده؟ الالكترون. تقول لي كويس، سوري، البروتون والنيوترون. ومين اللي بيلف في دول هنا كده؟ هتقول لي دول الالكترونز. وادي الفيكسد اوربت اللي انا كنت لسه بحكي لك عليها في الصوره اللي فاتت. يبقى تعال بص كده معايا، ادي البروتون اهي، وادي النيوترون. مظبوط؟ بص كده معايا، هتقول لي ان البروتون اللي التشارج بتاعتها بوزيتيف، اللي هم هنا الاصفر اللي موجود هنا ده البروتون، واللي التشارج بتاعتها مالها بوزيتيف. طب مين البيربل او الموف اللي موجود عند حضرتك هنا ده؟ هتقول لي ده اسمه النيوترون. طب يا دكتور النيوترون ده اللي التشارج بتاعتها ايه؟ ركز كده معايا، هتقول لي نيوترال، يعني لا هي بوزيتيف ولا هي نيجاتيف. طيب مش دي الاتوم كلها؟ هقول لك مظبوط. الالكترونز دي عندها تشارج ولا ما عندهاش؟ لا عندها. طب ايه اللي التشارج بتاعتها؟ نيجاتيف. يبقى الالكترون مالها؟ هتقول لي از نيجاتيف تشارج. تقول لي طب ماشي، يبقى دلوقتي مكونات الاتوم 3 حاجات، بروتون ونيوترون، ودول موجودين في النيوكليس. الالكترون وده شغلك ان النهارده انك تعرف البوزيشنز بتاعتهم فين. هتقول لي دي بتلف حوالين النيوكليس، واللي تشارج بتاعتها مالها؟ هتقول لي دي نيجاتيف. طيب كويس قوي، ادي البروتون، ادي النيوترون، وادي الالكترونز. انا عندي بقى مشكله، الاتوم بقى كلها على بعض التوتال تشارج بتاعتها ايه؟ اكتشفنا ان التوتال تشارج بتاعت الاتوم، يعني انا اقدر اجي اقول لك ان الاتوم كلها لما نيجي نبص عليها التوتال تشارج بتاعتها مالها؟ از نيوترال. طب تعالى بص كده، لو انا قلت لك المعلومه ان التوتال اتوم از نيوترال، طب النيوترال ده جه بسبب ايه؟ ده هاز نو افكت، ليه؟ لان هو نيوترال تشارج، فتقدر تكنسل ده، انا ماليش دعوه. تعال نشوف البروتون مالها؟ بوزيتيف. طب والالكترون مالها؟ نيجاتيف. عن التوتال تشارج بتاعت الاتوم هي نيوترال، يبقى ده معناه هتقول لي ان النمبر اوف البروتون مالها؟ ماست ايكوال، لازم تكون قد النمبر اوف الالكترونز. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان دلوقتي حضرتك الاتوم كلها مالها؟ نيوترال. كلمه نيوترال يعني عدد البوزيتيف قد عدد النيجاتيف، صح؟ طب كده كده الان اللي هي النيوترونز مش موجوده بالنسبه لي، لان هي هاز نو افكت، ما عندهاش تشارج. يبقى النمبر اوف البروتون اللي فوق والنمبر اوف الالكترون اللي موجود تحت هو ده الاساسي بتاعي. فهمت الحته دي؟ طيب خش على الصوره اللي بعديها. تعالى كده بس نمسح مع بعض بسرعه. ده شكل برضو من الاشكال اللي انت فاكرها معايا. بص هنا بيقول ايه؟ بيقول ان وات از اتوم، من ضمن وات از اتوم برضو بيقول لي ان النيوكليس كونسنتريتد هنا، وادي الالكترونز بتلف حواليها بشكل عشوائي. يبقى انت كده يعني عرفت يعني ايه كلمه الاتوم، عرفت يعني ايه الكترونيك كونفيجريشن. دي كانت مجرد مقدمه سريعه جدا وبسيطه، ومش هنطول اكتر من كده. تعالى بقى نبدا نشوف البيلد اب برنسبل بتقول لنا ايه. بص يا دكتور، هنا انا هبدا الشرح، يعني كل اللي فات ده كان مجرد مقدمه، ممكن تسكيب عادي خالص. من هنا انت لازم تبدا معايا الشرح. اول حاجه لازم تفهم يعني ايه كلمه البيلد اب. كان عندي مجموعه من العلماء، اهمهم في الاخر خالص كان اسمه شرودنجر، كان واحد تاني اسمه باولي، وكان واحد تاني اسمه اوف باو. الثلاثه دول وهوند كمان.
الثلاثه او الاربعه علماء دول قدروا يتوصلوا لشكل للاتوم هو الاقرب للدقه. وليه بنقول كلمه الاقرب للدقه؟ لان احنا لحد اللحظه دي احنا ما شفناش الاتوم بعينينا. بيقول لك ايه؟ ان الاتوم زي ما اتفقنا مع حضرتك، الاتوم بتتكون من ايه؟ هتقول لي بتتكون من نيوكليوس. ركز بقى معايا قوي قوي في الكلام ده. ادي النيوكليوس اهو. حلو؟ طيب الالكترون فين؟ بتلف حوالين النيوكليوس. بتلف عشوائي؟ مؤقتا هنقول لا، هنقول ان هي بتتحرك في اوربيتال ثابته احنا بنسميهم بالانرجي ليفل. طب هم كام واحد؟ 7. بص كده معايا، ادي اول واحد اللي كنا بنسميه الكي، لو فاكره تفتكر من سنه ثانيه ثانوي. ادي الكي، ها؟ بعد كده ادي ال ام، وبعد كده ان، ها؟ او بي، واخر سب ليفل عندي بالنسبه لي اللي هو مين؟ اللي هو الكيو. يبقى دي الكي ال ام ان او بي كيو. طيب كل واحد من مجموعه الانرجي ليفلز دي بيقدر يشيل نمبر من الالكترون غير التاني. فبنقول ان كل جوه كل انرجي ليفل من ده حاجه تانية اصغر احنا بنسميها السب ليفل، اللي هو مين؟ اس، وده فيهم كلهم الاس. ادي الاس سب ليفل، مظبوط. طيب الكي بيقدر يشيل كام الكترون؟ اصلا الكي ده هتقدر تقول لي ان هو بيشيل توتال 8 الكترون، 2 الكترون، صح؟ طب ال بيشيل كام الكترون؟ 8. الام بيشيل كام الكترون؟ ها؟ 18. 18. ها؟ بعد كده 32. انت تاخد بالك من حاجه مهمه قوي، ان كل ما الانرجي ليفل بعد عن النيوكليوس الديامتر بتاع الاتوم او الديامتر بتاع الانرجي ليفل بيزيد. يعني ده حجمه اصغر من ده، منطقي. ليه؟ خد بالك ان دي سيركل بتلف حوالين النيوكليوس كلها على بعض، مظبوط. فالكي الكباسيتي بتاعته اصغر. ليه؟ لان المساحه بتاعته اضيق من ال، فبالتالي ال سب ليفل انرجي ليفل بيقدر يشيل عدد الكترونز اكبر من الكي. والام بالتالي بعد فكبر، فبيقدر يشيل نمبر اوف الكترون اكبر من الكي واكبر من ال، وهكذا لحد ما بنوصل للان اللي هو 32. المفروض ان ده يقدر يشيل كام؟ 50، وده كام؟ 72، وده كام؟ 98. بناء على ايه؟ بناء على معلومات مش عليك دلوقتي انك تعرفها. بس الكلام ده اكتشفنا ان هو غير واقعي. يعني ايه؟ يعني الماكسيمم نمبر، ودي اول معلومه هتاخدها معايا دلوقتي، الماكسيمم نمبر للالكترونز جوه الانرجي ليفل الواحد هو 32 من الالكترون، مظبوط. فبالتالي تقدر تمسح معايا بقى المعلومه دي، نمسح ده كده ودي ودي، ونقول انهم كلهم بيقدروا يشيلوا كام الكترون؟ 32 هنا، 32 هنا، 32 برضو كمان هنا. يبقى الديستريبيوشن الاولي المؤقت للالكترونز ان الكي بيقدر يشيل 2 الكترون، ال بيقدر يشيل 8، 18، 32، وكلهم بعد كده 32 لان السايز بتوع دول شبه بعض. يبقى السبب العلمي ايه؟ هتقول لي لان الان سب ليفل انرجي ليفل، الان انرجي ليفل، والاو انرجي ليفل، والبي انرجي ليفل، والكيو ار ايكوال او سيميلر ان سايز، تقريبا هم قد بعض في الحجم، فبالتالي مش هيشيلوا اكتر من بعض. فهمت البوينت دي؟ طيب خلاص، انا عايز اعرف بقى الاثنين الكترون دول جوه الكي موجودين فين؟ موجودين في سب ليفل جوه اسمه اس. هتقول لي طب تمام، ال يبقى لازم كلهم بيلد على الاس، يبقى لازم الاس ده دي اقل سب ليفل لازم يكون جوه كل الانرجي ليفلز، لان الالكترونز دي جوه مكان تاني اسمه السب ليفل. طب الثمانيه الكترون اللي موجودين عندي هنا دول موجودين فين؟ في الاس بس. هتقول لي ما حضرتك لسه قايل ان الاس بتشيل كام الكترون؟ 2. يبقى خد بقى البوينت دي كده معايا. هتقول لي ان الاس سب ليفل، ها اكتب معايا المعلومه دي، ان الاس سب ليفل بيقدر يشيل لحد اب تو 2 الكترون بس. فالاثنين الكترون هنا موجودين في الاس. طب ده عنده كام الكترون؟ 8. يبقى ناقصه كام؟ 6. يبقى ده ال انرجي ليفل ده
لازم يكون جوه منه سب ليفل تاني اكبر عشان يستوعب ال8 الكترون الموجودين. هتقول لي مظبوط، نوعه ايه؟ هتقول لي نوعه بي، يبقى لازم ابني عليه اللي يظهر في واحد لازم يكمل مع الباقي. ادي البي هنا، البي هنا، نفس الكلام. طب يبقى البي ده يا دكتور بيشيل كام الكترون؟ هتقول لي ده عنده 8، ركز معايا في الحته دي. الاس خد منهم كام؟ 2، يبقى البي بيشيل كام الكترون؟ هتقول لي الباقي، يبقى الباقي كام؟ 6. يبقى تيجي تقدر تقول لي هنا ان البي سب ليفل بيقدر يشيل اب تو 6 من الالكترون. طيب يا دكتور الكلام ده كويس قوي. طب ده عنده 18، ده خد 2 وده خد 6، يبقى محتاج حد يشيل 10. اللي بيشيل 10 ده العلماء سموه ايه؟ العلماء سموه الدي، الدي سب ليفل. ادي الدي 1 ماشي، دي 2، دي 3، دي 4، دي 5. يبقى ده بيشيل 2 6 10. ادي ال 18 بتوعك اهو، مظبوط. تقول لي طب ده 32، يبقى محتاج حد يشيل كام؟ تقول لي 14. انت واخد بالك ان كل سب ليفل بيقدر يشيل اكتر من التاني بكام؟ ب4. يبقى ده الاس بيشيل كام الكترون؟ 2. البي بيشيل كام الكترون؟ 6. طب الدي بيشيل كام الكترون؟ هتقول لي 10، وانا بزود. طب انا بقى محتاج واحد زياده عند ده عشان اقدر اكمل ال 32. يبقى محتاج كام واحد؟ يبقى محتاج كام واحد يشيل قد ايه؟ تقول لي محتاج واحد يشيل 14. يبدا منين؟ من الثالث ولا من الرابع؟ لا من الرابع، لان الرابع هو الزياده، ده استكفى خلاص. يبقى ده بيشيل اف 2 3 وهنا في الاخر ايه؟ 4، صح؟ يبقى دي السب ليفلز اللي موجوده جوه الانرجي ليفل. يبقى انا عايزك بقى تتخيل معايا شكل الاتوم. يبقى دي النيوكليوس اهي، والاخضر ده كله هو ده الشكل الحقيقي بتاع الاتوم. هتقول لي طب تمام انا كده عرفت. ممكن عشان ما نتلخبطش اس هنا واس هنا واس هنا لازم نرقمهم. طيب ايه اللي مخلي الاس دي مختلفه عن الاس دي؟ حاجه واحده بس، ان دي الاس اللي في الليفل الاولاني، ودي الاس اللي في الليفل الثاني، ودي الاس اللي في الليفل الثالث. فبالتالي احنا لازم نرقمهم على حسب الليفل اللي هم موجودين فيه. طب ارقمهم ازاي يا دكتور؟ خد معايا المعلومه المهمه دي. ناخد مثلا اللون ده. بص يا ريس معايا، هتيجي تقول لي ده ترقيمه كام؟ ده كان 1 صح؟ يبقى ده 1، يبقى ده اسمه 1s، يعني الاس الاولاني اللي موجود، او الاس اللي موجود في الليفل الاولاني. ده رقم 2، يبقى الاتنين دي احطها هنا وهنا، هنا 2 وهنا 2. يبقى خد بالك ان كلمه 2s معناها الاس اللي في الليفل الثاني، كلمه ال2b معناها البي اللي في الليفل الثاني، مش معناها البي رقم 2، لان في الحقيقه ده البي الاولاني. هو انت في بي قبل كده؟ مفيش. يبقى البي دي كلمه ال2b دي معناها ايه؟ معناها ان ده البي سب ليفل اللي موجود في السكند انرجي ليفل. فهمت حاجه؟ طيب يبقى الام ده ترتيبه الكام من النيوكليوس؟ هتقول لي ده ترتيبه الثالث، ادي الثلاثه اهي صح؟ طيب تعالى كده حضرتك يبقى حط هنا كام؟ هتقول لي يبقى هنا 3 وهنا 3 وهنا كمان ايه؟ 3. يبقى ال 3 دي معناها ايه؟ 3 دي مش معناها الدي الثالثه، لا دي معناها الدي الاولى، بس البوزيشن بتاعها موجود في الليفل الكام؟ في الليفل الثالث. وهكذا بقى. يبقى دي نحط هنا 4 هنا كمان نفس الكلام 4، هنا 5 وهنا هتبقى 6 نفس الكلام 6 واخر حاجه عندي خالص 7. يبقى انا كده انتهيت من ترقيم كل السب ليفلز. تقول لي انا مش فاهم حاجه، اقول لك مش مشكله، بسيط. انا دي لحد اللحظه دي انا بوريك شكل الاتوم جوه ايه، عشان لما اوريك الالكترونيك كونفيجريشن ما تتوهش وتقول لي هي دي جت منين ودي جت منين. دي الاساسيات اللي موجوده عندك. طيب انا دلوقتي ادي النيوكليوس، مين اول انرجي ليفل ليها؟ تقول لي ال1s، واضح جدا. طب مين تاني واحد؟ ده ولا ده؟ محدش يعرف لحد ما جينا في النظريه الشهيره اللي احنا بنسميها البيلد اب برنسبل، او عمليه البناء التصاعدي. البيلد اب برنسبل دي بتتم ازاي؟ بنشوف السب ليفل ده الصغير ده اسمه سب ليفل، الكبير ده اسمه انرجي ليفل. فركز في الحته دي. فبشوف السب ليفل الصغير ده
بيشيل عنده انرجي قد ايه وانا بقدر ازود عليه. يعني ايه الكلام ده؟ هقول لحضرتك دلوقتي حالا. نمسح بس الحته اللي كتبت دي. بص يا باشا معايا كده، ده اسمه 1s. تقول لي مظبوط. ال1s هيبدا يجي لي الالكترون الاول اهو، يبقى ده كده اول واحد ادي 1s. طب وبعديه 2s ولا 2b؟ مين اللي ياخد الالكترون الاول؟ اللي ياخد الالكترون الاول اللي عنده انرجي اقل. اعرفها منين؟ قانون قديم هقول لك عليه بس مش عليك انك تعرفه سريعا كده. القانون كان بيقول ان الانرجي بتاعت السب ليفل بتساوي ان بلس ال. الان ده اللي هو الرقم اللي انا كاتبه بالموف، والال دي اللي هو النوع السب ليفل اللي هو بالاخضر. مظبوط؟ طب انا عليا ان انا اعرفه؟ لا مش عليا ان انا اعرفه، عليا ان انا اعرف حاجه سريعه جدا، ان انا لما باجي اوزع بنمشي بالشكل الاسهم ده. اول حاجه بياخد الالكترون ال1s، تاني حد ال2s، بعد كده ال2b، ثم ال3s، بعد كده ده. طب ده بناء على ايه؟ بناء على البيلد اب برنسبل الانرجي. بنقدر نجمع الارقام ونشوف مين اللي عنده انرجي اقل نديله الكترون الاول وبعدين اودي للي بعديه. خش على اللي بعديه، هتقول لي يبقى ده كده شكله. طب اللي بعديه هيبقى ده كده شكله، اللي بعديه هيبقى ده كده شكله، واقف لحد كده. ده مش هياخد الكترون وده مش هياخد الكترون وده مش هياخد الكترون. طب ليه حضرتك؟ هتقول لي علشان اول ما اوصل لل7 بي اللي هو بالنسبه لي هنا اخر واحد، اول ما اديله ال6 الكترون بتوع مين؟ بتوع ال7 بي، هتلاقي ان عدد الالكترون السمشن ده كله على بعضه بقى كام؟ بقى 118 الكترون، 118 الكترون. مظبوط؟ وده الماكسيمم نمبر، اكبر عدد ممكن من الالكترون جوه الاتوم الواحده. تمام؟ اكتر من كده الاتوم ما بتبقاش ايه؟ ما بتبقاش ستيبل. طيب في بعض المدرسين، وده انا مدرسي الله يرحمه كان بيقولها لي، كنا بنقعد نغنيها اغنيه كده اللي هو ايه؟ اس اس بس بس دبس دبس فدبس فدب. فهمت البوينت دي؟ طب انا عايز احفظها كده او احفظها بالشكل، انت كده كده في جميع الاحوال مش هتحفظها. ليه؟ قدام انا فهمتها لك بس مش عايزك تحفظها. قدام بعد شويه قبل الحصه ما تخلص هقول لك على تريك بسيطه جدا من ورقه المفاهيم اللي موجوده عندك، تقدر تطلع منها كل المعلومات دي. بس انا كان لازم اشرحها لك عشان تفهم اصل المعلومه جه منين. انا هفهمك تريكس تقدر تطلع كل المعلومات دي من ورقه المفاهيم، انا مش محتاج منك انك تحفظها. اختصرتهم لك كلهم بالشكل ده اللي هو ايه؟ اول حد ياخد الالكترون 1s ادي ال1s، يبقى تقدر تقول لي ان النيوكليس موقعها هنا، وده ترتيب السب ليفل. سيبك بقى من فكره الانرجي ليفل، انا زي ما اتفقت معاك قلت لك ان الانرجي ليفل ده كانت نظريه بور، وبور ما كانش دقيق فيها، فدي سيبك منها، خليك في السب ليفل. السب ليفل دي الاهم. طب انا عايز اعرف، لا تعالى هقول لحضرتك على حاجه. ادي النيوكليس، اول سب ليفل بياخد الكترون بعد النيوكليس هيبقى مين؟ هيبقى ال1s، بعديه ال2s. بص نفس الفكره ايه؟ يبقى نفس الاغنيه اللي انا لسه قايل لك عليها. قول كده معايا، اس اس، ها، بس بس دبس دبس فدبس فدب. مظبوط؟ طيب يبقى دي ال1s اهو، 2s 2b 3s 3b، تفضل ماشي لحد ما توصل لمين؟ لل7 بي اللي انا قلت لك عليها دي. يبقى ما عنديش 6f، ما عنديش 7d، ما عنديش 4f. ليه؟ لان وانس ان البي بقى ساتيوريتد بالالكترون، خد كل الالكترون بتاعته، تقدر تقول لي ان الاتوم دي كده بقت ساتيوريتد بالالكترونز، ما ينفعش تاخد الكترون زياده، لان الماكسيمم نمبر للالكترون جوه الاتوم الواحده 118، والماكسيمم نمبر للالكترون جوه الانرجي ليفل الواحد 32. يبقى فهمت؟ يبقى الماكسيمم نمبر في الالكترون جوه الانرجي ليفل 32، الماكسيمم نمبر اوف الالكترون انسايد الاتوم توتال كام؟ 180. مظبوط؟ ادي الشكل بتاعي. يبقى انا كده سريعا كده فهمنا يعني ايه فكره البيلد اب برنسبل. هتقول لي طب انا عايز افهمها، هنروح للبورد الثانيه او للورقه الثانيه ونعرف منها احنا ازاي ناخد ابلكيشن للكلام ده على الايه التطبيقات بتاعه الاليمنت. تعالى معايا الابلكيشنز اللي موجوده عندك. انا كل اللي انا عملته لك ان انا كتبت لك
الاليمنت السب ليفل سوري، كتبت لك الاليمنت هنا. وتعالى كده نشوف مع بعضينا ازاي نقدر نعمل ابلكيشن لتطبيق. يعني ايه؟ انا جاب لي element ومديني الاتوميك نمبر بتاعه، اللي هو يعني ايه كلمه اتوميك نمبر؟ يعني النمبر اوف الالكترون. والنمبر اوف الالكترون اللي ظهرت قدام مني دي كلها هو بيقول لحضرتك ايه؟ تعالى ممكن تعمل لي كونفيجريشن والكلاسيك كونفيجريشن اللي موجود عندي. طيب بص معايا الابلكيشن اللي هنطبقه مع بعض ده. هنا بيقول لي ده ايه؟ اكس عنده كام الكترون؟ ها؟ هتقول لي 10. تعالى نشوف. اتفقنا مع بعض على جنب كده. افكرك تاني، الاس بي اب بيشيل لحد كام الكترون؟ هتقول لي 2. البي بيشيل لحد كام الكترون؟ هتقول لي 6. طيب الدي بيشيل لحد كام الكترون؟ 10. طب الاف بيشيل لحد كام الكترون؟ ها؟ 14. يبقى 2 6 10 14. تمام؟ كلهم بيزيدوا ايه؟ بلس 4. طيب تعالى كده نبدا نشوف واحده واحده مع بعض. اول واحد عندي مين؟ 1 اس. اكتبه، يبقى يديني الاليمنت واقول له 1 اس. طب الاس اب تو كام؟ 2. بص احط الاثنين ازاي؟ احطها فوق هنا كده كانها باور. يبقى 1 اس 2. يبقى انا كده خدت كام الكترون؟ 2 من ال 10. لا لسه شويه قدام مني. طب وبعدين هتقول لي 2 اس. تاني واحد ايه؟ 2 اس. طب الاس كده كده بيشيل كام؟ سواء كان 1 اس او 2 اس او حتى 7 اس، اي اس بيشيل 2 الكترون بس. يبقى تيجي حضرتك تقول لي كام؟ ها؟ هتقول لي ده هياخد 2. يبقى 2 بلس 2. اجمع الباورات اللي فوق دي، مالكش دعوه بالارقام اللي تحت. 2 بلس 2 هتقول لي 4. وانا اصلا توتال معايا كام؟ معايا 10. يبقى ايه؟ يبقى مش لسه محتاج تاني. طب يبقى تنقل على السب ليفل اللي بعده اللي هو مين؟ ال 2 بي. هتقوم كاتبه لي كده 2 بي. هو كده كده يا مستر البي اصلا بتشيل لحد كام الكترون؟ هتقول لي بتشيل لحد 6. يبقى انا اجي احط هنا مين؟ 6. حط ال6 كده معايا. اجمع كده الارقام 2 و2 4 و6 يبقى 10. هو عنده 10؟ بس شكرا، اقف لحد هنا. هل بالضروره لازم كل سب ليفل يكون كومبليتد؟ لا مش بالضروره. تعالى هساعدك في واحد تاني واسيب لك انت الباقي تختبر نفسك فيه. وليكن مثلا انا هسيب لك 20 و30، هاخد مثلا نمبر 15. بص كده ركز معايا. هشتغل في ده انا، اوكي؟ وهديك دقيقه او نص دقيقه لكل واحد من دول تختبر نفسك فيهم كده بسرعه. بص معايا يا باشا. هتيجي تقول لي ده عنده كام الكترون؟ هتقول لي 15. يبقى اول واحد يبقى ايه؟ 1 اس. ادي 1 اس بيشيل كام الكترون ال1 اس؟ هتقول لي بيشيل 2 اهو، ادي 2. طب واللي بعد منه؟ هتقول لي 2 اس. ادي ال 2 اس بياخد كام الكترون؟ هتقول لي برده 2 اهو، مظبوط، ادي 2. طب وبعد كده 2 بي. البي بيشيل كام الكترون يا دكتور؟ بيشيل 6. يبقى ترسم كده معايا 2 بي، اديله كده 6 الكترون. ادي 6 الكترون. اجمع 2 و6 10. يبقى انا لسه ناقص لي كام؟ 5. لا لسه شويه. طب بعد ال 2 بي اخش على اللي بعد منه. عندي مين؟ عندي ال 3 اس. طب ال 3 اس ده هيبقى كام؟ نكتب كده 3 اس. اي اس يا مستر في الدنيا بتشيل كام الكترون؟ بتشيل 2 بس. حط يا دكتور اللي ادي الاثنين اهو. طب وبعد ما حطيت الاثنين اعمل ايه؟ اجمع كده. هتقول لي دول 12 وانا اصلا معايا 15، يبقى انا محتاج 3 كمان. طب مين اللي بعد ال 3 اس؟ هتقول لي 3 بي. تقوم كاتب كده 3 بي. طب وبعد ما خدت 3 بي اجي احط 6؟ مش هينفع. هيبقى كام؟ هيبقى 18. يبقى ازيد من الرقم ده فما ينفعش. امال انا اعمل ايه في الحاله اللي زي دي؟ اديله الباقي. هتقول يا مستر بس الباقي ده ما يكفوش. اقول لك مش مشكله. بص، السب ليفلز الاولى لازم تكون كومبليتلي فيلد، لازم. انما السب ليفل الاخير مش لازم يكون كومبليتلي فيلد، هو بياخد المتبقي. طب ده 3 بي المفروض بيشيل 6 وانا دول 12، مش متبقي معايا غير 3، اديهم له. عادي يا مستر؟ عادي. يبقى بص الابلكيشن انا عملت ايه؟ ده الديستريبيوشن الاصلي القديم قوي. خدنا اليمنت بنبدا واحد واحد ونديله الالكترون كانها باور، وببدا اجمع في مخي ولازم اوصل للرقم اللي هو الاتوميك نمبر اللي مديهوني.
محتاج من حضرتك نص دقيقه لكل واحد، يعني تقريبا معاك دقيقتين. وقف الفيديو، اقف حل كل واحد من دول وتعالى ارجع صحح معايا انا هعملهم ازاي. طيب انا هعتبر ان انت وقفت الفيديو وحليت. تعالى كده ناخدهم واحده واحده مع بعض، هعملهم بقى بلون واحد على طول عشان ما اطولش عليك الفيديو. بص يا ابني، اول حد عنده 20 الكترون، يلا كده معايا ادي 1s2 وبعديها 2s2 وبعديه 2p6. طيب وبعدين 3s2. انا كده يا دكتور خدت كام؟ 10 و2 12. طب 12 ده متبقي كام؟ 7 متبقي 8. يبقى بعد ال 3s خش على مين؟ على ال 3p. طب البي ده بيشيل لحد كام الكترون؟ اي بي اتفقنا بيشيل كام؟ 6. يبقى انا كده يا دكتور خدت كام؟ خدت 18 الكترون. متبقي كام يا مستر؟ متبقي 2. طب بعد ال 3b عندي مين؟ عندي ال 4s. ادي ال 4s يا دكتور، هو الاس بتشيل لحد كام الكترون؟ بتشيل 2. حط 2 هنا. يبقى فهمت حاجه؟ يبقى دي مين؟ ده كل الالكترونيك كونفيجريشن بتاع الواي 20. لو عملتها صح تمام، لو عملتها غلط استأذنك يبقى اكتب لي في الجروب بتاعك، على حسب كل واحد متقسم لايه جروبس ايه، اكتب لي المشكله اللي قابلتك فين ونحاول ندسكس مع بعض تاني. ولو ما فهمتش تعالى انا لسه احل دول افهمك اكتر ان شاء الله. الزد عنده كام الكترون؟ عنده 30. يلا يا دكتور كده معايا بعد اذن حضرتك نعمله بقلم لون مختلف عشان الارقام ما تخشش بس في بعض. بص يا استاذ، هتقول لي ده 1 اس كام الكترون؟ خلاص بقى اتفقنا 2. 2 اس 2. واللي بعد منه هتقول لي 2 بي كام؟ 6. ادي 10. اول 10 خلصوا. اللي بعد منه 3 اس كام؟ 2. اللي بعد منه 3 بي كام؟ 6. كده انا خدت كام يا مستر؟ كده انا خدت 18. لا لسه بدري، ده 30 كله على بعض. طب تعالى بعد كده يبقى 4 اس كام؟ هتقول لي 4 اس 2 عشان اي اس بتشيل 2 الكترون. طب وبعد ال 4 اس انا كده وصلت ل 20 الكترون. محتاج كام؟ لسه محتاج 10. طب مين بعد ال 4 اس؟ هتقول لي 3 دي. ادي ال 3 دي. بالصدفه الدي بتشيل 10 وانا مش محتاج على 10، فكله كومبليت. يبقى ده كله كومبليتلي فيلد، ده هنا كله كومبليتلي فيلد، ده هنا كله كومبليتلي فيلد. طبعا اول 3 دول انا اصريت ان انا اجيب لك الاكزامبلز دي عشان اسهلها في الاول عليك. بعد كده بقى مش بالضروره يكون كله كومبليتلي فيلد. بص بقى معايا، ده هنا كله كومبليتلي فيلد وده ايه؟ هاف فيلد، عشان البي بتشيل 6 وهي واخده هنا كام؟ 3 بس. مظبوط؟ يبقى بالتالي ده اسمه بنسميه هاف فيلد، واخد النص الكباسيتي بتاعته. طب تعالى كده بتشوف البي 26. يلا نعمله بلون مختلف عشان ما نلخبطش نفسينا. خليه الاخضر. يلا بينا. بيقول لي ايه؟ 1 اس. 1 اس ايه؟ 2. على طول بقى بسرعه. 2 اس 2. طب وبعد كده 2 بي 6. 3 اس 2. انا كده خدت كام؟ كده 10 و2 12. لا لسه بدري قوي. طب ماشي كمل معايا يا دكتور. 3 بي 6. كده انا خدت 18. طب اللي بعد منه 4 اس 2. انا كده خدت 20. طب اللي بعد منه 3 دي. لو انا جيت حطيت التن زي دي هيبقى 30. انا مش عايز 30، انا عايز 26 بس. يبقى بالتالي المتبقي من ال 20 دول ايه؟ 6. احط 6 هنا، ادي 6 تيجي هنا. مظبوط؟ يبقى انا وصلت لده، يبقى ده مش كومبليتلي فيلد ولا هاف فيلد، لان هو بيشيل 10، فالهاف المفروض يبقى 5. فده خلاص اقول له كلهم كومبليتلي فيلد واحد لا بس. طيب لو عملتها صح الدنيا يبقى معاك تمام. خش على اللي بعده، ناخد لون مختلف. تعال بص كده معايا حضرتك، هننزل ده تحت كده الاول. بص يا دكتور كده معايا. هتقول لي 1 اس كام؟ 1 اس 2. طب اللي بعد منه 2 اس 2. 2 بي 6. 3 اس 2. هتقول لي 3 بي 6. وبعدين 4 اس 2. 3 دي 10. انا كده خدت كام؟ كده خدت 30.
زي ده بالظبط، خدت 30 الكترون. طب هو كام اصلا؟ هو 37، يعني لسه انا عايز 7. هتقول لي طب بعد ال 3 دي عندي مين؟ عندي 4 بي، ادي 4 بي، البي بتشيل لحد 6. طب وبالتالي ما اقدرش اديها السبعه مره واحده، هي بتشيل 6 اقل ماشي، اكتر ما ينفعش. والارقام دي ده الماكسيمم مش فيكسد نمبر. يعني ايه مش فيكسد نمبر؟ يعني مش بالضروره البي تشيل 6، لا ممكن تشيل 3 عادي. يبقى الارقام دي حضرتك ده اقصى عدد من الالكترون ممكن يبقى موجود جوه كل سب ليفل. يعني الاس يقدر يشيل لك 1 أو 2، البي يقدر يشيل لك من 1 لحد 6، الدي يقدر يشيل لك من 1 لحد 10، الاف يقدر يشيل لك من 1 لحد 14، بس اكتر من كده ممنوع. ده فيهم كلهم. طيب 4 بي 6 انا كده خدت كام الكترون؟ 36 الكترون. انا عايز واحد. خش على اللي بعد منه. مين بعد ال 4 بي؟ يقول لك ال 5 اس. مظبوط؟ يبقى تيجي هنا على جنب تقول لي يبقى يا مستر ال 5 اس ياخد ايه؟ 1 الكترون. يبقى كل دول كومبليتلي فيلد، والاس هتبقى ايه؟ هاف فيلد، لان هي المفروض بتشيل 2 بس هنا شالت كام الكترون؟ شالت 1. يبقى ده الديستريبيوشن او الكونفجريشن بتاع الالكترون اللي بتلف حوالين النيوكليوس للاليمنت اللي انا لسه قايل لك عليها دي. فهمت البوينت؟ لو ما فهمتش حاول برضه تكتب لي المشاكل اللي موجوده عندك ايه. طيب في بقى سؤال تاني هنجاوب عليه في السلايد اللي بعد كده. تعالى معايا. الالكترونيك كونفجريشن وذ نوبل جازز. السؤال الاهم يا دكتور، هو انا لما يجي لي اليمنت هفضل اعمل الكونفجريشن ده كله؟ افرض جالي اليمنت عنده 50 الكترون، 60 70، انا بقول لك انت ممكن توصل لحد 118 118. يبقى هل انا مطلوب ابدا من اول 1 اس لحد ما اوصل للاخر؟ لا مش بالضروره. في اختصارات احنا بنستخدمها، الاختصارات دي هي النوبل جازز. خد بالك بقى وركز معايا في الحته اللي جايه دي. النوبل جازز دي يعني مثلا على سبيل المثال الهيليوم ده اول نوبل جاز. انا ده شكل الكونفجريشن اللي انا لسه معلمه لحضرتك. مظبوط؟ انا مش لازم ابدا من الاول. افرض انا عندي اليمنت كبير، انا اشوف اقرب اختصار عندي اكتبه بدل ما اقعد اكتب كل ده واكمل من بعديه. هتقول لي مش فاهم حاجه، اقول لك حاضر واحده واحده معايا. ركز معايا في البوينت اللي جايه دي. الهيليوم عنده كام الكترون؟ هتقول لي مكتوب عنده 2. لو مش واضحه عندك في الصوره هكتبها لك. الهيليوم عنده 2 الكترون. الاثنين الكترون بتوع الهيليوم مكتوبين فين؟ هتقول لي في ال1 اس 2. يبقى الهيليوم تقدر تختصر بيه الحته دي، فطبعا ده مش اختصار عظيم فما بنشتغلش بيه كتير. الاختصارات دايما بتبدا من النيون. بص كده النيون عندي كام الكترون؟ تقول لي عندي 10. فين ال 10؟ بص كده معايا هنا، ده هياخد 2 و2 و6، يبقى ده خد كام؟ 10. يبقى النوبل جاز الاولاني اللي هو النيون، اللي هقول بالنسبه لي الاولاني ليه؟ لان هو ده اول واحد فعلا انا بستخدمه في الايه؟ في الاختصارات. بدل ما اقعد اكتب 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6، لا انا ممكن اكتب نيون 10 بس. اختصرت لنفسي الثلاثه دول. فهمت حاجه؟ واكمل بقى بعد كده. يبقى النيون 10 ده اول ما اكتب من بعد منه مين؟ اكتب كده معايا بقى، تقول لي 3 اس. الكلام ده مش هيبقى مكتوب في الملزمه، ركز فيه قوي. يبقى 3 اس، ها 3 بي، ها بس شكرا. انت بتاخد 2 او 3 سب ليفل ماكس لحد البي. فهمت حاجه؟ يبقى مره ثانيه انا دول اختصارات. بدل ما اقعد اكتب 1 اس 2 اس 2 بي، انا ممكن اكتب النيون 10 اختصار لل10 دول مره واحده. طب الارجون عنده كام الكترون؟ يبقى ده كان عنده 10. طيب ده عنده كام الكترون؟ 18 18 اهو. مظبوط؟ ال 18 الكترون دول اختصروا لي لحد فين؟ تعالى نشوف انا وانت مع بعض. ده لحد هنا كان 10، 2 يبقى 12 و6 كمان يبقوا 18. يبقى النوبل جاز الثاني اختصار لي لحد فين حضرتك؟ لحد هنا. يبقى ده النوبل جاز الثاني، هعمل لك عليه بقلم لون اخضر اهو عشان تعرف ان ده لحد هنا. يبقى بدل ما اقعد اكتب او نكتبه بالاخضر زي ما هي عادي، بدل ما اقعد اكتب 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6، لا انا ممكن اكتب ارجون 18 على طول. يبقى
ارجون 18 اللي انت كتبتها دي اختصرت لك كل المسافه الطويله دي. يبقى تيجي تقول لي طب من بعديها يبقى مين؟ اقرا كده معايا. يبقى من بعديه 4 اس اهو، وبعديه 3 دي، ومن بعديه كمان مين؟ هتقول لي 4 بي. بس زي الفل، لازم نقف لحد البي. طب اكمل، عندي الكريبتون. طب يا مستر الكريبتون ده اصلا بياخد لحد كام؟ هتقول لي ده بياخد لحد 36 الكترون. طب هيقف لحد فين؟ انا حاسبها قبل كده عشان ما اطولش عليك. الكريبتون هيقف لحد هنا. عنده كام الكترون؟ 36. يبقى لو انا جيت قلت كريبتون، كتبت كريبتون في الكونفيجريشن، فانا اختصرت على نفسي كل السب ليفل دول اللي هم مجموعهم كان 8. يبقى ده لو انا كتبت كريبتون 36 كاني كتبت من هنا لحد هنا واقوم مكمل هنا من بعديه. يبقى فهمت الفكره بتاعت الاختصارات بتاعت النوبل جازز. طب هتقولي من بعديه هيبقى مين؟ يلا ركز كده معايا. هتقولي من بعديه يبقى عندي 5 اس اهو، مظبوط الكلام ده يا دكتور، وبعديها 4 دي، وبعديها 5 بي، مظبوط. طيب الزينون عنده كام الكترون؟ تقول لي الزينون ده عنده، ولكن مثلا نعملها باللون الاصفر، عنده 45 من الالكترون. يا دكتور هيقف لحد فين؟ هيقف لحد هنا. حلو. ومن بعد منه تكمل. يبقى انت لو كتبت الزينون بس الاكس اي اختصرت لك كل المسافه دي. طيب ماشي. يبقى اللي بعد منه ايه؟ هيبقى 6 اس ثم 4 اف هنا، وبعديه 5 دي، وانا زي ما قلت لك لازم انتهي بالبي واكتب لحد كده ال 6 بي. اخر واحد بقى بالنسبه لي خالص اللي هو مين؟ اللي هو الرادون 86. لو انا جيت قلت رادون 86 يبقى معنى كده ان انا اختصرت لحد هنا. يبقى تيجي تقول لي اللي من بعد منه 7 اس، ماشي يا دكتور؟ وبعد منه 5 اف. طيب وبعد كده كام؟ 6 دي، وبعد منه كام؟ اخر واحد خالص بقى عندك 7 بي. ويبقى كده الاتوم خلصت معاك. يبقى دي الكونفيجريشن هي نفس اللي انت واخدها، هو ده، بس انا اختصرت، عملت اختصارات كده علشان اقدر اوريك لو انت عندك اتوم كبيره وعايز تكتبها بسرعه تعملها ازاي. هتقولي طب يا مستر انا فهمت بس معلش اطبق ازاي؟ تعال اوريك. هديك نفس الاليمنت واليمنت مختلفه، انا اللي هحلهم، وركز كويس جدا عشان انت اللي هتحل اللي بعد كده. فانا مش همسح ده، بس استاذن حضرتك انك لازم تنقله عندك. خد سكرين شوت، اعمل اي حاجه، المهم تنقل دول عندك لان دول مش مكتوبين لا في ورقه المفاهيم اللي انت هتخش بيها الامتحان، وممكن انا ما اكتبهمش في الملزمه لان انا هبقى اوريدي شرحتهم فين؟ في الحصص التاسيسيه. طب يا دكتور عايز اطبق، تعالى اوريك. هناخد مثلا صوديوم Na عنده كام الكترون؟ عنده 11. ده اول واحد. انا هوريك بقى التطبيق ازاي بنشتغل عليه. حلو. طب بعد الصوديوم ناخد مثلا اليمنت تاني، وليكن مثلا ناخد الارزنك. عنده كام الكترون ده يا مستر؟ ده عنده 33. هتقول لي ماشي شكرا كتر خيرك. وبعدين ناخد اليمنت تاني، وليكن مثلا عندي السيزيوم عنده 55 من الالكترون، 55 الكترون. تعالى اوريك الثلاثه دول بسرعه كده انا هعملهم ازاي. بص يا ريس، اول حاجه حضرتك بتعملها بص على الاتوميك نمبر. كام الاتوميك نمبر في اول واحد؟ 11. ال11 اتوميك نمبر دول اللي هو عدد الالكترون اللي موجود عندك دول، وركز معايا مين اقرب نوبل جاز يكون قريب من الرقم ده، بس بشرط يكون اصغر. فاهم يعني؟ ما تاخدش حد اكبر. انا معايا 11، فانا عايز اشوف مين اقرب نوبل جاز واصغر. اقرب 11، يبقى اقرب نوبل جاز واصغر باينه جدا 10. مظبوط. تعالى اوريك. يبقى انا هستخدم دي، يبقى ده كده اللي هستخدمه معايا. اعمل ايه؟ هتاخد الشورت كات ده حطه هنا معايا. حاضر. هتعمل ايه يا دكتور؟ هتروح حاطط النيون في براكت لازم وتقوم كاتب ال10 بتاعته اهي. يعني النيون ده خد 10 الكترون توتال لوحده. اختصر لي ايه؟ اختصر لي الثلاثه سب ليفل دول. جميل. وبعدين اكمل من بعديه. هتقول لي ده من بعديه 3 اس 3 بي. يا مستر الاس بيشيل كام؟ اتفقنا بيشيل 2. طب انا معايا 11،
خدت منهم 10 بقى كام؟ 1. احط ال1 هنا. طب ويا مستر ده ولا ليه اي لازمه، اشطبه عادي. عادي كده. انت يعني كده الالكترونيك كونفيجريشن بتاعك مظبوط 100%. فهمت يبقى دكتور البوينت دي؟ يبقى ده كده مين؟ ادي اول بوينت. خش على اللي بعد منه. ها بسرعه كده معايا بعد اذن حضرتك. بيقول لي ارزنك 33 عنده 33 من الالكترون. مين اقرب نوبل جاز ليه؟ فكر كده معايا. 36 ينفع؟ ما ينفعش لان ده اكتر. هو قريب بس ايه؟ اعلى. يبقى بالتالي انا مضطر اخد الاقرب والاصغر في نفس الوقت. فيبقى انا مجبر ان انا اشتغل بال18. هتقول لي بس ال 18 دي بعيد عن ال 33. يقول لك مش مشكله، ما قداميش غيرها. فال18 دي انا هشتغلها. تعال بقى معايا حطها هنا. هتقول لي ايه؟ النوبل جازي ارجون 18. اقفل البراكت بتاعك. وبعد الارجون 18 خد الثلاثه سب ليفل دول حطهم. مليني كده. هتقول لي يبقى 4s وبعد منه 3d وبعد منه هيبقى ال4p. مظبوط؟ طيب حط كده معايا الالكترون. الاس بيشيل كام الكترون؟ هتقول لي الماكس بتاعه 2. اديله الماكس ياخد 2. يبقى 18 بلس 2 ايكوال كام؟ 20. لا ده انا لسه متبقي لي 13. لا ده لسه بدري خالص. طب ال10 طب الدي بتشيل لحد كام الكترون؟ بتشيل لحد 10. المتبقي معايا يكفيني؟ يكفيني وزياده. يبقى حط ال10 هنا. يبقى انا كده خدت كام؟ 30 من الالكترون. 30 الكترون. طب انا متبقي كام؟ 3. البي بتاعتي بتشيل لحد كام؟ لحد 6. بس انا زي ما اتفقت اخر سب ليفل مش بالضروره انه يشيل الماكسيمم. امال يشيل قد ايه يا دكتور؟ يشيل المتبقي وخلاص. طلع على قده طلع اقل مش مشكله. يبقى البي هنا نصيبها هتاخد كام؟ 3 بس. كده الكونفيجريشن. يبقى فهمت؟ يبقى الارجون 18 اختصرت لك كل المسافه دي من هنا لحد هنا. وبعدين انا قمت مكمل. يبقى دي اختصارات بنستخدمها. وقف الفيديو، حل لي ده وتعالى تاني. ماشي؟ طيب انا هعتبر ان انت وقفت الفيديو وحليت. تعالى انا اساعدك واقول لك الحل ده هيبقى ازاي. سيزيوم عنده كام الكترون؟ 55. نخمن كده مع بعضينا اقرب نوبل جاز لل 55 واصغر منه على مقاسه شويه اهو. الزينون عنده كام يا دكتور؟ عنده 54. 54 ده رقم محترم قريب جدا. ده ناقص واحد بس. اقوم عامل ايه؟ اقوم كاتب الزينون ادي الاكس اي كام؟ 50 كام؟ 54 اهو. وبعد ال 54 هيبقى عندي مين؟ 6 اس. 6 اس والاس بتشيل كام الكترون؟ 2. انا مش متبقي ليا اصلا غير واحد. يبقى اكتبه هو وما اكتبش الباقي كل دول. يبقى ده شكل الالكترونيك كونفيجريشن باي يوزنج النوبل جاز. هو اللي انت متعلمه معايا من شويه، ولكن ده اسهل اختصارات. هل يا مستر الكلام ده مكتوب في ورقه المفاهيم؟ لا. الكلام ده مطلوب مني ان انا احفظه؟ مش قوي. في حاجات تانية اولى انك تحفظها. طيب بعد ما خدنا الالكترونيك كونفيجريشن محتاج منك دقيقه. الدقيقه دي هتعمل فيها الاتي. بص الدكتور كده معايا. استأذنك، شايف الاتنين دول؟ هتوقف الفيديو وترجع السلايد اللي فاتت. حل ده وحل ده وتعالى نتقابل بعد ما تخلص ونشوف اللي انت حليته صح ولا غلط. وقف الفيديو وانا مستنيك. طيب هعتبر ان انت خلصت الفيديو او وقفت ورجعت تحل. فتعالى كده وريني شغلك عامله ازاي. بص يا ريس، هو بيقول لي انا عندي 2 element. واحد اسمه سي ار بنقول عليه الكروميوم، ده عنده 24 من الالكترون. واحد تاني بنسميه كبر 29. وبيقول لي ممكن تعمل لي الكونفيجريشن ليه؟ هقول له سهل جدا. اقرب نوبل جاز ليهم كام؟ ابو 18 الكترون. ما ينفعش 36 صح؟ يبقى تقول لي انا استخدمت يا مستر ارجون 18. اقول لك ماشي. وهتقول لي مستر انا فاكر ان انت قلت بعد الارجون 18 كان في 4 اس يشيل 2 الكترون، يبقى انا كده خدت 20. اقول لك مظبوط. يبقى كام بعد ال 20؟ بقى 4. يبقى تقول لي ال 3 دي حضرتك قلت ان اخر سب ليفل مش بالضروره يشيل الماكسيمم، المهم ياخد الباقي. طب ده 18 و2 20 يبقى 4 ما ياخدهم منه صح؟ تمام يا دكتور.
هتقول لي وعملت نفس الكلام في الكبر، دول الاثنين سهلين جدا. اقول لك ماشي، عملت ايه؟ هتقول لي انا والله يا مستر رحت للكبر واديته ارجون 18 وبعديها اديته 4 اس 2 عشان الاس بتاخد 2 وبقى بعد كده كام؟ 9 لان ده 18 و2 9 20. يبقى ال 3 دي هتاخد قد ايه؟ هتاخد 9. مظبوط؟ لو حضرتك حليت ده مظبوط زي ما انا معامل، اعرف ان اللي انت عامله ده غلط. هتقولي ليه؟ طب ما هو ده نفس اللي انا طبقته معاك من شويه، انا ما عملتش حاجه مختلفه، اللي انت قلت لي عليه انا عملته صح؟ مظبوط. في معلومه زياده لازم تاخد بالك منها، هي ان انا عندي some exceptions، استثناءات في الالكترونيك كونفيجريشن. الدنيا ما بتمشيش سهله قوي. انت اتعلمت كل حاجه صح؟ التريكس كلها بتيجي في الاكسبشن. لما تيجي تشتغل على دول باظت. ليه؟ المعلومه دي اكتبها عندك، الدي سب ليفل، الدي سب ليفل اللي هما الاثنين دول في رقمين ما ينفعش ياخدوهم، لا 4 ولا 9. هتقول لي لا مش فاهم ليه؟ هقول لك بص معايا المعلومه دي. بيقول لي ان الموست ستيبل اتوم، ان الدي بتاعتي، يعني ايه الموست ستيبل؟ يعني اتوم مستقر جدا، ستابيليتي بتاعته عاليه. لو الدي بتاعته بزيرو او ب5 او ب10، هنزل لك دي بس شويه كده يبقى مره ثانيه. يبقى امتى الميتال او الاتوم تقدر تقول عليها هاي ستيبل؟ في 3 احوال، لو الدي بتاعتي شايله 0 او 4 او سوري او 5 او 10 اللي بنسميها هاف فيلد وكومبليتلي فيلد او امتي. طيب فين يا دكتور المشكله؟ لا دي مشكله كبيره. ده دي 4 ستيبل ولا مش ستيبل؟ ستيبل، ولكن ناقص له 1 الكترون بس ويتحول من استابيليتي عاديه الى هاي ستابيليتي. طب يعملها ازاي دي حضرتك؟ اجباري. اجباري يعني ايه؟ يعني لا احنا متدخلين فيها ولا اي حاجه متدخله فيها. الاتوم بطبيعتها تعمل حركه مهمه قوي. ايه هي الحركه؟ بص حضرتك كده معايا، تقوم واخده، بالله عليك ركز في الحته دي، تقوم واخده 1 الكترون من الاس، 1 الكترون بس، وتدي لي الدي. فيبقى شكل الكونفيجريشن بتاعك ايه؟ هتقول لي يبقى شكل الكونفيجريشن بتاعي هيكون 4s1 3d5. ده الصح، ده كان الغلط. خدت بالك من المعلومه؟ بالله عليك ركز في الاكسبشنز دي، الشغل كله كان في الاكسبشنز. ده اول واحده. طيب خش على اللي بعد منها. تقول لي كبر 29 دي 9 صح؟ طب 9 ده معناه ايه؟ 9 دي معناه ان انا ناقص لي 1 الكترون بس يا دكتور عشان اتحول من استابيليتي عاديه الى اكسترا ستابيليتي، ستابيليتي عاليه جدا. اعمل ايه؟ اجباري. وزي ما قلت لحضرتك كلمه اجباري دي مش معناها ان انا اللي متدخل في الكلام ده كله، لا ده معناها ايه؟ هقول لحضرتك بس تطلع، بس مش هتطلع مش مشكله. 1 الكترون من هنا يروح لهنا، 1 الكترون بس اهو، ادي واحد اهو. يبقى الشكل بتاعي 4 اس كام؟ 1. 3 دي كام يا دكتور؟ 3 دي 10. ينفع؟ اللي فوق ينفع؟ لا. فهمت البوينت؟ يا مستر دي بتحصل فين؟ دي بتحصل في حالتين، لو الدي بتاعتك انتهت ب4 او ب9 ضروري تحفظها. يبقى لو الدي سب ليفل ends with 4 or 9 electrons تلقائيا بيحصل ترانسفيرنج لل1 الكترون من الاس للدي. طيب فور اكزامبل، تعالى الاكزامبل ده عشان الاكزامبل اللي انا هقول لك عليه ده بيبقى اكزامبل، حول ولا قوه الا بالله. اطلعي بقى. ايوه الاكزامبل اللي جاي ده مهم جدا. لو واحد جه قال لك انا عندي فاناديوم عنده كام الكترون؟ 23. كونفيجريشن سريع كده، هتقول لي 23 اقرب رقم ليها كام؟ هتقول لي الارجون، ادي الارجون 18. ها 4 اس كام؟ 2. ها 3 دي كام؟ 3. هتقول لي مستر دي ناقص لها 2 وتتحول من 3 يعني استابيليتي عاديه الى 5 استابيليتي عاليه صح؟ فيبقى المفروض ان انا اخد 2 الكترون من هنا لهنا زي ما فهمت الوضع ده، ويبقى 4 اس 0 3 دي 5. يبقى انا كده يا مستر وصلت لايه؟ وصلت الاكسترا ستابيليتي. غلط. ليه؟ عمليه الترانسفيرنج للالكترون ماكسيمم هو 1 الكترون بس.
تقدرش تنقل اكتر من كده. يبقى ما تجودش، هي لو 4 أو 9 بس اللي تنقل الكترون، اي رقم تاني غيرهم يجوز، مفيش اي مشاكل فيه. فهمت البوينت دي؟ يبقى ده الاكسبشنز بتاعه الالكترونيك كونفيجريشن. عندي حاجه مهمه جدا عايزك تاخد بالك منها، ايه هي الابلكيشنز دي؟ وقف الفيديو برضو، اعمل لي الكترونيك كونفيجريشن لكل الاليمنت دي باستخدام النوبل جاز، وركز قوي جدا، ركز في الالكترونيك كونفيجريشن اللي انا اديتهولك، ركز في الاكسبشن، حل لي كل دول، وقف الفيديو وتعالى قابلني بعد الفيديو بعد ما توقف ونشوف ايه الوضع اللي موجود معايا. طيب انا هعتبرك انك وقفت الفيديو، هحلهم بسرعه كده عشان ما اطولش عليك اكتر من كده، ونبدا نشوف، خليها بالقلم الاسود، ونبدا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ده عنده 36 من الالكترون، تقول لي اقرب نوبل جاز ليه مين؟ ده هو نوبل جاز. انا فاكر ان حضرتك قلت عندي نوبل جاز الرابيد، اقول لك ما هو ما ينفعش تستخدمه نفسه في الكونفيجريشن بتاع نفسه، فهتوصل لاقرب نوبل جاز يبقى مين؟ هتقول لي ارجون كام؟ 18. طب يا مستر بعد الارجون 18 هتقول لي يبقى 4 اس كام؟ 2. ها 3 دي كام؟ 10. انا كده خدت كام؟ 30. متبقي كام؟ 6. طب بعد ال 3 دي كان عندي مين؟ كان عندي ال 4 بي اهي منوره اهي، صح؟ ال 4 بي بتشيل لحد كام الكترون؟ 6. خد ال 6 كده 36. شكرا. اول واحد صح غلط قول لي، لازم تصحح معايا الشغل ده كله، مش تتفرج على الفيديو وبعدين ترميه وبعدين تشوف الفيديو اللي بعد منه وتخلص. لا، عندك مشكله ابعتها لي نقعد ندسكاس مع بعض، انا كده كده بطلع لايف كل اسبوع. طيب يبقى لو انت اشتغلت دي صح كتر خيرك يا ابني، شكرا. خش على بعد منه. اف 9 فلورين عنده كام الكترون؟ 9. اقرب نوبل جاز، هو اقرب نوبل جاز كان ايه؟ كان النيون 10، بس ده اكبر فمش هينفع، يبقى نستخدم الهيليوم. والهيليوم زي ما اتفقنا ايه؟ ما فيهوش اختصارات، فممكن نستخدمه ممكن ما نستخدموش. انا هسيبها لك، انا هستخدمه عشان شكله يبقى جديد بالنسبه لي. هيليوم 2 الكترون، اختصر لي اول واحده بس، يعني كانه ما اختصرش حاجه. وبعديها 2s2 يبقى كده خدنا 4 الكترون. وبعديها 2b كام؟ لو انا اديته الستة بقى 10، انا مش عايز 10 انا عايز كام؟ 9. يبقى نقص من الستة دي 1 يبقى كام؟ 5. زي الفل قوي يا دكتور. 42 عنده 42 الكترون، تعال ركز معايا في ده قوي وشوف انت عملته ازاي ده. لو انت عملت ده صح يبقى متشكرين لحضرتك. تعال بقى نشوف اخر 2 دول عشان كان فيهم حاجات رخمه شويه. قال لي موليبيديوم 42 اقرب نوبل جاز لل 42 الريبيديوم 36. اقول له حلو قوي، يبقى تقول لي ار بي ريبيديوم كام الكترون يا دكتور؟ 36. ماله 4 اس؟ لا مش 4 اس، 4 اس ايه بس؟ بعد البتاع هيبقى 5 اس، سوري اهو ادي 5 اس. حلو. ال 5 اس ياخد كام الكترون؟ 2. وبعد ما ال 5 اس خد 2 الكترون، ايه اللي بعد ال 5 اس؟ هتقول لي ال 4 دي، صح برافو عليك. ادي ال 4 دي ياخد كام الكترون؟ 36 و2 38 ماينس 42 يبقى 4. لو ايدك اتمدت وحطيت 4 غلط، لان انا اتفقت قلت لك ان دي سب ليفل ما ينفعش تشيل رقمين، لا 4 ولا 9. ادي ال4 ظهرت، يبقى اوعى تعمل لي كده. يبقى الشكل الحقيقي للكونفيجريشن هيكون بعد الريبيديوم 36. ها هتقول لي يا مستر يبقى 5 اس 1 بس، لان انا خدت 1 الكترون من هنا حطيته هنا، ثم بعديه 4 دي كام؟ 4 دي 5. انت كده شغلك زي الفل. طب الجولد الاي يو 47 نفس النوبل جاز، هتقول لي ادي الار بي 36 مظبوط؟ وبعديها هتقول لي 5 اس 2. تمام يا دكتور، المفروض دي 2. 5 اس 2. طب وبعدين هتقول لي 4 دي 9. لو ايدك اتمدت على ال 9 غلط، قلت لك ان دي ما بتشيلش 9. يبقى تقوم عامل ايه؟ تاخد 1 الكترون تلقائي من الاس تدي للدي. وانا قلت لك عمليه التحويل للالكترون بتحصل في كام الكترون؟ 1 بس. يبقى تقول لي يبقى ار بي ريبيديوم 36 وبعديها هتقول لي يبقى 5 اس 1 ثم
4 دي كام؟ 10. لو ده شغلك يبقى ده صح، لو مش شغلك راجع نفسك تاني. مظبوط؟ طيب يا دكتور، انا كده يا مستر عرفت اعمل كونفيجريشن زي ما حضرتك ما قلت. بعد كده نكون انتهينا من اول محاضرة. دي اول محاضرة حاولت ان انا ابسط لك الدنيا على قد ما اقدر، فهمت فيها الكونفيجريشن بيشتغل ازاي، يعني ايه الاتوم والتقسيمات. نصيحة ليك في الثانوية العامة هتفضل على طول، مفيش محاضرة تخلصها الا لما لازم تحل عليها. وبالتالي انا اعمل لك هوم ورك، هسيب لك في الديسكريبشن بتاع الفيديو او في المنصة بتاعتنا PDF ده هيبقى مكتوب عليه ليكتشر 1 الحصة الاولى. تخش يا دكتور حضرتك كده تحله وهتلاقيه موجود بالجايد انسر. راجع، ولو في اي حاجة وقفت معاك فيه تكتب لي في الكومنتس او تتصل بيا على الواتساب. شكرا واشوفكم المحاضرة الجاية على خير ان شاء الله.